المسكنات امر طبيعي جدا، كلنا بنلجأ ليها، بنحتاجها، الاطباء بيكتبوها في الروشتة لو الموضوع مستدعي. ده امر طبيعي ويعني وما فيهوش مشاكل سلبية طول ما احنا بنلتزم بكلام الطبيب او باشراف الطبيب. المشكلة لما بتبقى ان احنا غير ملتزمين ونتعامل مع المسكنات على انها جزء عادي في حياتنا، زي المية زي الاكل زي الشرب كده. فالمسكنات تبقى للسيدات في شنطهم، للرجاله في جيوبهم، فعادي جدا انه ماشي بالمسكنات بتدرجاتها بقى ما بين الضعيف والوسط والاقوى وهكذا. حتى المشكله بقى ان هو حتى الاطفال او في سن المراهقه بيلجأوا للمسكنات بشكل هم خلاص بيحسوا نفسهم كبروا. الطفل وهو صغير لما بيشتكي من حاجه الام هي اللي بتديله هذا المسكن او بتوديه للطبيب فيكتب لها على مسكن معين، سواء بقى لخافض حراره لايا كانت الاسباب المسكنه، الم في الودن وهكذا، امراض الاطفال العاديه. المشكله لما بندخل في مرحله المراهقه بيبتدي هو يتعامل لوحده وياخد المسكن لوحده ويعتاد عليه. فنتعامل ازاي او ايه الاضرار كمان والاثار السلبيه لتناول المسكنات بشكل دون اشراف الطبيب او بشكل عادي زي ما احنا واخدينه عادي كده، تاثيره السيء جدا على المستقبل في جسمنا، على الكلى الكبد اي حاجه. هنتكلم في ده اكتر مع ضيفنا دكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائيه والاحصاء ومكافحه الادمان. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. نورنا. الله يخليك يا فندم. اولا ايه هي المسكنات؟ يعني انا عايزه شرح كده تفصيلي كده للمسكنات وبتعمل ايه فينا؟ طيب زي يعني يعني بتسكن الالم ازاي؟ زي ما حضرتك قلت كده في المقدمه انها ضروره ومهمه جدا. صحيح. احنا في البدايه كده عشان الناس ما تاخدش فكره ان المسكنات دي حاجه في مجملها وحش، لكن الالتزام زي ما حضرتك قلت كده بالجرعات وتعليمات الطبيب والصيدلي. أيوة. ده المهم. 80% من الناس بيعانوا من الالم سواء بدرجات مختلفه باسباب مختلفه. نصحى من النوم ظهري وجعني، ايدي على طول على المسكن ايا كان، طبعا بدون ذكر اسماء مسكنات. فما ينفعش نقول له استحمل الالم. لا، لانه الالم الالم في حد ذاته قد يكون له مضاعفات نفسيه. واحد مكتئب مضطرب في النوم، بتعطل يومه يا دكتور لو عنده صداع شديد، بيأثر على مش قادر ينزل يروح شغله، مش قادر يروح الانتاجيه اللي بنسميه بقى ايه الانتاجيه. وله مضاعفات صحيه، يعني ممكن يؤثر على القلب، يرفع الضغط، وبالتالي هنا تأتي أهمية المسكن عشان الإنسان يقدر يتعايش. أيوه. طيب المسكنات بتعمل ايه؟ ايوه دايما ده يا دكتور، اقول انا باخد نفس المسكن مثلا لألم عندي صداع او لألم في جزء معين من الجسم وبيشتغل، هو بيعرف منين انا عايزاه ليه؟ بالظبط كده. طيب هو انا هتكلم بشكل مبسط بعيدا عن التعقيدات العلميه، يا ريت، لانه الالام اسباب متعدده. صحيح. والادويه المسكنه لها برضو يعني انواع متعدده شديده. صحيح. فالالم ممكن يكون معروف السبب، وممكن يكون مجهول السبب، وممكن يكون مخادع، وممكن يكون يعني مثلا مخادع يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعاني من الم في الكتف بينما الحقيقه العطب او المرض في مثلا المراره مثلا. الناس اللي بتعاني بألم دايما في الكوع الشمال والكتف والرقبه ممكن يكون مش ده خالص، ده القلب وشرايينه بتسمع في هذا المكان. وهنا تأتي أهمية تشخيص، لازم أعرف سبب الألم ده جاي. مش مسكنات وخلاص، ما اخدش مسكنات وخلاص. برضو المسكن ده بيشتغل ازاي؟ في الجسم هرمونات مسؤولة عن الصراخ. في مشكلة ما، فالهرمون ده اللي هو اسمه بروستاجلاندين تحديدا بيصرخ فبيحسسنا بالألم. انتبه، هناك مشكلة. دي ميكانيكية الألم. أيوة. طيب ميكانيكية بقى الدواء، ان احنا الدواء بيمنع بقى تكوين او وصول الهرمون البروستاجلاندين ده وصراخه. تمام، ده بشكل بسيط جدا. عشان كده بيسكن الالم ايا كان المكان. ليه بقى؟ لانه انا لما اخد جرعه الدواء هي بيخش ويدور مع دوران الدم وبعدين يوصل لمكان الالم. طبعا الالم دي يعني او المسكنات انواع كثيره جدا، منها المسكنات الافيونيه اللي بتشتغل على المخ وتخدره. أيوة. ممكن، والمسكنات الاخرى اللي ذكرت مثال ليها، ومساعدات المسكنات. يعني في حاجات بتتاخد مع المسكن عشان تساعد
المسكن ده في ايه، في اتمام عمله. أيوة. فالموضوع يعني طب هو اختلاف المسكنات دي ما بين مسكن قوي او مسكن، يعني يقول لك مثلا انا عندي الم خفيف فتاخد ده، لا بلاش تاخد الدواء ده علشان ده مسكن قوي قوي فحالتك ما تستدعيهوش. على اي اساس بنتم تحديد المين القوي، او يعني بنعرفها ازاي؟ اي بالظبط. هو فيه تقسيمه وسلم نبدا بيه في وصف المسكن. ايوه. عباره عن التشخيص الاول نقول ايه، بين سكور، يعني مع نقاش من العيان اسئله معينه نوصل نحدد هو درجه معاناته ايه. أيوة. وبالتالي ندي المسكن من العيله البسيطه، العيله اللي بتشتغل على هرمون البروستاجلاندين ده. ما ادوش بقى المخدر اللي بيشتغل على الدماغ مثلا. وبالتالي واحده عامل عمليه جراحيه، واحده بتولد، فلا بنديها مسكن اقوى لان الالم هنا اقوى شديد بالظبط كده. فبالتالي محتاجه مسكن اقوى طبعا. طب مين اكتر الفئه المستهدفه من التوعيه طبعا اللي احنا بنتكلم عنها النهارده واللي بتقوموا بيها في فكره اضرار المسكنات؟ طيب هو كل الفئات معنيه بالتثقيف ده، لان برضو الضرر بيتراوح من ضرر بسيط لضرر كبير. لان حتى المسكنات اللي انا بحكي عليها ديت منها اللي له علاقه بالمعده. تمام. وبالتالي لو في شخص بيعاني من التهابات في المعده وقرح فممنوع ان انا اديله المسكن ده. طبعا. على فكره مش معناه انه ممنوع من المسكنات، لا ده انا بتعدى مسكن معين واروح لمسكن اخر ملوش الاثر ده. ايوه. الست الحامل هي معنيه اكثر من اي حد تاني انها ما تستخدمش مسكنات الا مسكن واحد. أيوة. ومؤخرا طبعا كان في رئيس احد الدول كان حذر من موضوع ان الحوامل تاخد أيوة. هذا المسكن. طبعا هو تدخل غير علمي في هذا الشأن، لكن الحوامل معنيه انها ما تاخدش مسكنات معينه عشان يعني انها حامل هنعذبها يعني. بالظبط كده بالظبط. لكن احنا بنختار لها مسكن يتناسب مع حالتها علشان لا يؤثر على حالتها ولا يؤثر على البيبي المينز. طبعا. مرضى طبعا. بس فضل. ليه بنحدد كمان فكره المراهقين؟ يعني الكبار مش كله كمان، لكن الكبار شويه عندهم وعي بانه لا انا خلي بالي، انا سمعت قريت دكتور قال لي بلاش ده علشان ده تاثيره سيء، بلاش تاخدي مسكنات كتير، بعد شويه الجسم مش مش هيبقى افكتيف معاها. انما المراهقين يا دكتور بيبقى انا عايز اخلص من الالم حالا، حتى لو كان الالم بسيط. بالظبط. اولا. ثانيا بيحس نفسه ان هو كبر فيقدر ياخد المسكن ده ويدخل الصيدليه يشتري منها عادي المسكنات ممكن نديها للطفل منذ اليوم الاول. لكن الاختلاف ايه عن البالغين؟ انا بدي الجرعات في الاطفال بناء على الكيلو، على الوزن. أيوه. يعني الطفل ده عنده سنه وبالتالي تقريبا وزنه 10 كيلو، هشوف كل كيلو هيحتاج قد ايه ملي جرامات من المسكن. دي نقطه. النقطه الاخرى انه ما قبل السنه، وكمان انا بقول سنتين، لا يفضل الا نوع واحد فقط من المسكنات يصلح الامهات عارفه يصلح فقط لتسكين الالام في هذه المرحله وخفض الحراره. وخفض الحراره. بعد السنتين برضو في تدرج في الجرعات. حتى في برضو مسكن شهير مش هنقول اسماء. أيوه. في منه تركيزات 200 مللي جرام، 400 مللي جرام، 600 مللي جرام. كل مرحله عمريه صحيح. بناء على الوزن انا بدي هذا التركيز. وبالتالي مش زي الكبار مثلا بقول 50 مللي جرام في الحالات الحاده و100 مللي جرام في الحالات المزمنه. لا، في خصوصيه طبعا بالنسبه للفئه العمريه دي. في انواع يا دكتور كمان بيكتب عليها لا يؤخذ مثلا اقل من 14 سنه، اقل من 16 سنه، اقل من 18 سنه. ليه؟ بالظبط كده. لان الفئه العمريه دي لا يناسبها كده. بس هو حتى ممكن يبقى الوزن كبير. بالظبط. يعني انزيماته وهرموناته لا تتناسب مع هذا المسكن. الحاجه الاخرى انه المراهقين متطلعين. بالظبط. بمعنى ايه؟ عايزين يحسوا ان هم كبروا بقى متطلع. لا، دي مشكله اكبر انه في زي ما قلت لحضرتك كده في نوع من انواع المسكنات الافيونيه يمكن دلوقتي عليها يعني نظام نظام حاد شويه. انما هو متطلع ممكن يسال عنه يجيبه من مصدر او اخر غير شرعي. وبالتالي احنا بنخاف من هذا التطلع. هو خد مسكن متطلع في الجرعات ومتطلع في الاصناف. يعني انا بقول له ده قرص الصبح وقرص بالليل. لا يا دكتور انا خدت القرص من ساعه ما جابش نتيجه، انا هاخد تاني.
عايز طبعا مستعجل، دي نقطه. أيوة. النقطه الثانيه هو بتطلع لجرعات اكبر، بعد كده عايز انتقل من الكلاسز ديت او الفئه ديت لفئات اكثر خطوره يعني. ايوه، طب ليه بيعملوا كده؟ تطلع هو فئه العمريه كده. طب احنا ليه او هل يجوز انه زي ما مثلا في ادويه يقول لك لا اصل الدواء ده دخل جدول خلاص ما بقاش ينفع انه لازم بروشته. ففكره انه يبقى المسكنات كمان هل ممكن انها تبقى لا تباع لاقل من سن معين، انها تبقى مصنفه لا هات لي روشته اشوفها، وخاصه سواء على فكره للكبار او للمراهقين؟ هو المفترض ان مفيش علبه دواء تتصرف من اي صيدليه. ده المفترض دون حضرتك عارف كويس قوي ان ده مش بيحصل. دون ايه يعني؟ ما عدا الادويه الجدول الحقيقه. لا انا يعني اقصد الصيدليه إيه؟ بتخاف. لا اقصد ايه؟ لا مش كده، انا اقصد ايه؟ اقصد انه لابد انه الطبيب او الصيدلي يتحمل مسؤوليه الوصف، وبالتالي انا مريض، انا كمريض أيوه. ما اخشش الصيدليه واقول انا عايز المسكن الفلاني. لا، ده انا اعاني من الالم الفلاني وعندي ظروف صحيه كذا. ايوه. الصيدلي اللي واقف هيقيم الحاله ويوصف المسكن اللي يتناسب مع هذه الحاله. دي حاله نادره قوي يا دكتور. لا ما انا عايز اقول ايه، ما هي مسؤوليه المريض طبعا. هو اصل الصيدلي مش هيفرض بقى بالظبط. تمام. بينما ده احيانا الصيدلي بيقول له لا ده هيتعبك وده له اثر جانبي، بس ده بيريحني يا دكتور. ايوه ما هو الراحه ليست دليل الامان. الراحه او النتيجه دي ليست دليل ان فيه امان في هذا الصنف من المسكنات. أيوة. وبالتالي هنا لابد من الاستشاره. الاستشاره في العياده او الاستشاره في الصيدليه طبعا. انما انا ما احكمش واخد قرار بان انا اخد مسكن معين. ايه مثلا انا عندي صداع، عندي وجع في كتفي، هروح وجع يعني ممكن لو خدت بالمسكن هيروح، مش هروح بقى للدكتور وادفع فيزيتا واقعد استنى وهدفع ثمن الدواء. فانا خلاص او خدته قبل كده فانا عارف انه بيريحني. لا فبروح رايح مش مختلفين. انا مش مختلف في كده. لكن هقول للصيدلي أيوة. انا ظروفي كذا، لانه الصيدلي عند نقطه معينه ممكن أيوة. يقول للمريض لا حالتك دي ما ينفعش تاخد فيها مسكن في الظروف دي، انت لازم تتشخص ويتعرف فيها ايه طبعا. لان بعض الحالات احنا بنقول الام معروفه حاده معروف السبب فيها صحيح. وفي الام مزمنه يعني مطوله معانا شويه أيوة. وفي الم مخادع. طب انا كتفي مع دراعي مع زي ما قلت في المقدمه كده انا في الم، طب ما انا عايز اشخص. أيوة. طب الصداع ده ممكن يكون الضغط مش منضبط صحيح. في اسباب اخرى يعني معاها احنا ممكن نتعامل يعني. ايوه. وبالتالي هنا انا رايي انه لا يحل لشخص انه يوصف لنفسه ويحدد نفسه نوع المسكن وجرعته. الشعب المصري يا دكتور بيعشق الوصف لنفسه. ما هو حتى ده انا طبيب نفسي وانا عارف انا هاخد لا دي الثقافه اللي احنا بنتكلم عايزين نوعي بقى ونغير شويه. صحيح. لانه من ضمن الاحصائيات الخطيره ان المسكنات السبب الثاني بعد الضغط والسكر في فشل الكلوي. وبالتالي وما يتبعه بقى من اضرار يعني. انا عايزه اصحك بقى على النقطه دي، لانه في مثلا نوع، طبعا احنا مش هنذكر اسماء، ولكن في نوع من المسكنات دايما يقول لك اصل ده امن على الكلى وعلى المعده، وحتى بيبقى مكتوب على العلبه او الناس معروفه في الصيدليه على السوشيال ميديا بيكتب لك ان ده امن. الى مدى درجه الامان، الى اي مدى او الى اي حد؟ في ادويه طبعا معروف يقول لك ده بلاش، ده بيدمر الكلى، ده بيدمر القولون، ده بيدمر الكبد، بس بيبقى احيانا الناس يعني هو ده اللي هيسكن لي الالم مثلا، بس مش على طول. لكن انا بتكلم على اللي الناس بتاخده على طول كل يوم وتلاقيه في شنطتهم وتلاقيه يقول لك اصل ده من ده ما بيعملش حاجه في الكلى ولا في الكبد. مدى صحه هذا الكلام؟ طيب ما فيش امان مطلق صحيح، ده رقم واحد. رقم اتنين مفيش حاجه اسمها دواء بيدمر الكلى او الكبد، مفيش حاجه اسمها تدمير، والا ما كناش عملناه والا كنا سحبناه. أيوة. وعلى فكره في ادويه ممكن تكون عالقه في الذهن ونروح نسال عليه في الصيدليه ما نلاقوش، خلاص صح. اتخذ قرار انه يتسحب من السوق. ثبت أيوة. انه في ميزان المضار والمنافع، يعني احنا عندنا ميزان مضار ومنافع. الكفه اللي بتغلب هي اللي بتستمر. ايوه. وبالتالي مقوله الامان المطلق لا، مقوله ان الدواء ده بيدمر الكبد والكلى لا، لكن هيضر في حالات معينه. يعني ايه بقى ايه الحالات؟ يعني شخص مثلا الكليه بتاعته وظيفتها فيها قصور، وبالتالي انا حتى هديله مسكن برضه على فكره هديله مسكن، لكن هختار نوعيه المسكن واعمل تعديل في الجرعات التي تتناسب مع هذه الحاله. تمام. كذلك على توازي الكبد
مريض كبد هختار له مسكن مناسب، لكن برضه هعدل الجرعات اللي تتناسب مع هذه الحاله. أيوة. هعدل الجرعات ليه؟ لانه الكبد هو المسؤول عن استقطاب الدواء، يعني الدواء بيخش وبعدين بيعدي على الكبد، الكبد بيحوله صوره ثانيه عشان تبقى قابله انها تخرج بره. طيب الدواء بعد ما تعدل هيروح للكلى، مصافي الكلى بحالتها ولا متاثره؟ الدواء هيؤثر ويضغط على الكلى في الخروج ولا مش هيضغط؟ حالتها اخبارها ايه؟ أيوة. وبالتالي انا بقلل الجرعات علشان الدواء ده بعد كده يقدر يعدي من الكلى. هو اعتقد كمان في ادويه نفسها اللي هي يعني مش بس المسكنات، لو الشخص من الامراض المزمنه مثلا اللي بتاخد ادويه كتير، او على فكره في ناس بتتعامل ايضا مثلا مع الفيتامينات والمعادن والحاجات دي بكميات كبيره قوي، فبالتالي بتاثر على الكلى طبعا. شوف حضرتك، اي دواء يدخل جسمنا لازم هيخرج وهيلف مع او هيدور مع دوران الدم في الجسم كله. صحيح. وبالتالي الموضوع ده ينطبق على كل انواع الادويه. هو هيسرف في الجرعات، هياخد دواء دون حاجه، بلا شك ده يسبب حمل. وبالتالي هنا برضو نرجع نقول ان مفيش دواء يتاخد دون استشاره الطبيب في عيادته او الصيدلي في صيدليته. ما انا مش صاحب قرار عشان احدد لنفسي الدواء المناسب يعني. طيب فكره بقى كنت بس بقى على الناس اللي بتاخد كنت بتقول مفيش حاجه اسمها دواء امن. طيب لا انا بقول ايه؟ امن مطلق في المطلق. ايوه بالظبط، امن في المطلق ده حقيقي. في المطلق طيب فكره ان هم بياخدوه فكره مش بياخدوا كل يوم، بس ممكن يبقى بياخدوه يوم او يوم لا، او ممكن يجي يوم ياخدوا 4 اقراص منه عشان مثلا حاله جيوب انفيه بقى، صداع، مش عارف ايه الحاجات اللي هي الخفيفه اللي الناس بتعالجها مع نفسها دي لوحدها. امتى ابتدي او المفروض اعمل ايه عشان ما اثرش على الكلى، سواء بقى للمراهقين او للكبار؟ طيب انا خدت مسكن، خلينا في الكلام المسكن النهارده. تمام، جاب نتيجه خلاص خير. طب ما جابش نتيجه، اذا الحاله هنا تحولت من الحاله الاكيوت او الحاده للمزمنه. طيب اذا في سبب موجود، في نزيف حاصل، لازم ارجع واشوف هو السبب الصداع ده ايه. ما هو مش معقول حضرتك بتقولي ايه يوم ويوم لا او غيره. يبقى في سبب قائم، في سبب للالم ده. لازم ارجع له واشوف هو سببه ايه. يا ترى انا عندي قصور في النظر محتاج نظاره؟ يا ترى ضغطي عالي او واطي؟ يا ترى ما بنامش كويس؟ يا ترى مضغوط عصبيا؟ ده في حاجه اسمها صداع تنشن هيدك يعني، او وبالتالي انا محتاج اهدى، محتاج يعني ولازم ابحث ما وراء الالم او ما وراء الصداع. ما راحش خلال الفتره اللي انا قلت للعيان خد ده خلال اسبوع، خلص الاسبوع وما جابش نتيجه، لا هناك سبب اخر لابد من البحث وراءه. طب انا هقول لحضرتك حاجه يا دكتور، ده على فكره بيحصل عادي جدا يعني. ده يعني ده اعتراف كده انه خاصه ان احنا يعني كل سنه وحضرتك طيب. خلاص يعني ايام على الشهر الكريم وحضرتك بالصحه والسلامه. في ناس وانا كنت من ضمن الناس دي، خاصه اللي هم، بس انا بطلت الموضوع ده يعني، خاصه ان هم بيشربوا قهوه، فيجي قبل الفجر يوميا طوال شهر رمضان 30 يوم، لكن انا لازم اشرب القهوه، او الناس اللي بتشرب شاي بلبن، في عندهم اعتياد لشيء ياخدوه كل يوم الصبح. يقول انا باخده قبل السحور او قبل الفجر يعني، ولازم اخد معاهم قرص مسكن 30 يوم يوميا بيعملوا كده. ولو حصل بقى ان كان في صداع قبل الفطار، اول ما يفطر يروح واخد قرص تاني. انت عندك شهر كامل مليان، ده ما بنلاقيهوش في الصيدليه يعني. بيتضرب جامد جدا. لا شوف حضرتك، هو طبعا موضوع الصيام ده ده موضوع لوحده، وازاي ناخد الادويه ونعدل في مواعيدها في شهر رمضان طبعا. لكن اذا ذكرنا موضوع المسكنات في رمضان فله برضه خصوصيه. ليه؟ لان انا لو ماشي على دواء باخده 3-4 مرات في اليوم في رمضان مش هينفع. صحيح. وبالتالي لابد ان نعدل من نوعيه الدواء في رمضان في المسكن يعني. ليه؟ على فكره هو بياخدوه من غير صداع، هو بس عشان ما يجيش لا صداع. لا ده مش صح، لا ده موضوع منتهي، موضوع يعني ده خطا. والقهوه في السحور خطا، وهنقول لي دلوقتي برضه. لكن انا بعمل ايه في رمضان؟ لو انا باخد مسكن موصوف ليه؟ ايوه. المسكنات المعتاده بتاخد 3-4 ساعات كفتره عمل. 6 ساعات. صحيح. يبقى انا لو خدت قرص مع السحور على الظهر الالم مش الصداع يعني بشكل عام هيجيني تاني. وبالتالي نتصرف ازاي؟ قبل رمضان بنعمل ايه؟ بنختار دواء
ممكن يبقى نفس الماده الفعاله بس بنسميه ممتد المفعول. يبقى بدل ما باخده كل 6 ساعات او 8 ساعات 3 مرات في اليوم، باخده كل يغطي لي فتره الصيام. أيوه. يبقى اذا ايه، نفس الدواء بس بنسميه الممتد المفعول، موجود في الصيدليه. يعني نفس الدواء ده اسال عليه هل منه صيغه اخرى ممتده المفعول ولا لا. وبالمناسبه معلومه يعني كده على السريع، ان كل ما هو ممتد المفعول هو عنده ميزه اضافيه للانسان من ناحيه الفعاليه ومن ناحيه الامان. ايوه. ده بالنسبه طيب مش طب موجود. اللي بتكلم عليها النقطه يا فندم اللي هي احنا ما عندناش حاجه بس بناخد. لا طبعا، ما انا قلت ده خطا. لا مفيش حاجه اسمها احتياط، مفيش حاجه اسمها احتياط. اصل كل واحد بيبقى عارف نفسه. انا عارفه لو صحيت ما شربتش القهوه يعني ما عملتش اليومي العادي لازم بيجي لي صداع. على فكره ده كان زمان بس هو راح فخلاص الموضوع بطلته. لا. لكن في ناس ما زالت مستمره عليه. لا ده مش صح، لانه الصداع هنا له اسباب اخرى مش هيتعالج بالمسكن. وفي الاخر زي ما قلت لحضرتك كده هو مفعول المسكن ده هيستمر. يعني ما ناخدش مسكنات في اللي احنا بنعملها دي طول لا طبعا ده خطا. والقهوه في السحور خطا برضو. لان طبعا القهوه مضره للبول، وبالتالي احنا عايزين نحافظ على مستوى الميه خلال جسمنا. حضرتك نورتنا يا دكتور، بنشكرك جدا. لكن انا عندي نقطه هاخدها في نص دقيقه كده. هناك اشياء اخرى ممكن تساعد على علاج الالم والصداع وغير دوائيه. ايوه. زي حاجه علمي كده اسمه اروما ثيرابي او العلاج بالزيوت العطريه. انا جنبي على طول في اوضه نومي فواحه بتحتوي على مجموعه من الزيوت ليها اثر نفسي وعلاجي ومسكن وتحمي من الانفلونزا وتعالج الانفلونزا. مجموعه من الزيوت زي حاجه اسمها بيرجاموت، ايكوليبتس، كامفور. دي اسماء علميه اسماء علميه خالص. زيت نعناع، لافندر. يا ريت احنا نرجع برضو مع العلاج التقليدي المعروف ده لمثل هذه الادويه. يا ريت. حضرتك بشكرك يا فندم جدا دكتور علي عبد الله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائيه والاحصاء ومكافحه الادمان. شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا يا دكتور. حضرتك طيب. خليكم معانا مشاهدينا، لسه فقراتنا مستمره مع حضراتكم. نطلع للفاصل نرجع لكم على طول.